الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المعزون الكرام، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح الذي رواه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤمر، أي هذا الملك من قبل الملك جل جلاله، يؤمر بأن يكتب على ابن آدم وهو في بطن أمه 4 كلمات، يكتب عليه 4 أشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن الرجل منكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، وإنما مثل الأعمال كمثل الإناء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال ونادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فنعمة الإسلام هي أجل النعم التي أنعم الله رب العالمين علينا بها، ولا بد علينا أن نعلم حقيقة دين الإسلام. فالإسلام ليس كلاما وليس شعارا وليس هو اتصافا فقط دون فعل. الإسلام أصله عقيدة. عقيدة الإسلام لا نعرفها إلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينبئنا عما سيحدث بعده بعد مماته صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإرباض ابن سارية رضي الله عنه، كما في صحيح الإمام مسلم، قال رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذات يوم، ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقالت الصحابة: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أو فأوصنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله تبارك وتعالى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، أي على علم، يرجو العبد من هذه الطاعة ثواب الله. ثم الابتعاد عن معصية الله على نور من الله، يخشى العبد بالابتعاد عن معصية الله عقاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، أي بمنهاجي وطريقتي، عليكم بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أي لا يمكن لنا أن نفهم سنة رسول الله إلا بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور أي إياكم والبدع، إياكم أن تدخلوا شيئا في هدي رسول الله لم يأت به النبي ولم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله قال عن يحيى بن عوف وهو إمام من أئمة التابعين قال: دخلت أنا وأبو عبد الله بن سحنون على ابن القصار وهو على فراش الموت. أئمة العلم يعلمون كيف يكون الإنسان على عقيدة صحيحة. فدخل يحيى بن عوف هو وابن سحنون على ابن القصار وهو على فراش الموت، فقال ابن سحنون لابن القصار: ما هذا القلق ولماذا هذا الخوف؟ فقال ابن القصار رحمه الله: قال: يا إمام، إنه الموت وإنه القدوم على الله، أخاف من الموت والقدوم على الله. فقال الإمام ابن سحنون رحمه الله لابن القصار، قال له، وتأمل، قال له: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر؟ ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب بعد الموت والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى على العرش استوى، وأنه جل جلاله يرى يوم القيامة ولا تخرج على الحاكم وإن جار عليك؟ قال: إي والله. فقال ابن سحنون لابن القصار: فمت إذا شئت، مت إذا شئت، يعني فإنك حينئذ تموت على خير وتصير إلى خير إن شاء الله. أيها الأحبة، إن الإنسان منا وهو يعيش في هذه الحياة وهي حياة عمل ولا حساب، يكون أعظم بشرى للعبد في حياته كلها في ليلة دخوله القبر، حينما ينادي المنادي من قبل الله جل وعلا لك، يقول للملكين: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ومتى يقال للعبد المسلم هذا الكلام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا دخل قبره في الحديث الطويل يأتيه ملكان منكر ونكير فيقعدانه
ويجلسانه بعدما تعود فيه الروح، وهي هذه الحياة حياة البرزخ. فيقعدانه الملكان ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ الكل منا يتوقع بل يتأكد أن الإجابة سهلة. يقول العبد: الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني. ولكن لا بد إذا أردت أن يثبتك الله رب العالمين في هذا الموقف أن تتعلم عقيدتك الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها أصحاب رسول الله قبل أن تتفرق الأمة إلى جماعات وأحزاب. عليك بالنبع الأول، عليك بما كان عليه النبي والصحابة. فالعقيدة الصحيحة في الله رب العالمين قد اختلف فيها المسلمون. نعم، قد اختلف المسلمون في عقيدتهم في الله. ودون أن نخوض في الاختلاف أقول لكم بمشيئة الله عقيدة المسلم الصحيحة في رب العالمين. إيماني الصحيح في الله، وهو أولا أن تعتقد اعتقادا جازما من صميم قلبك بوجود الله، بأن الله رب العالمين موجود. ولكن أين؟ كثير من الناس إذا سئل أين الله يقول الله موجود في كل مكان، أو الله موجود في كل الوجود. هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام يريد أو نحتاج تصحيحا له. فلا بد على المسلم أن يصحح عقيدته أولا في خالقه، في الله رب العالمين، لأنه أول سؤال ستسأل عنه في قبرك: من ربك؟ فإذا سئلت من ربك وما هو إيمانك بالله وما هي عقيدتك في الله، تقول: هو إيماني الجازم من صميم قلبي بوجود الله، بأن الله رب العالمين موجود. لكن وجود الله ليس كوجودنا، وهو جل جلاله فوق العرش. الله رب العالمين فوق السماوات السبع، فوق العرش، وليس في كل مكان كما يقال، بل الله رب العالمين فوق كل مكان. إذا قيل لك أن الله رب العالمين في كل مكان فقل له، لمن يقول ذلك، قل له: لا، بل كل مكان في يد الرحمن. كل هذا العالم ما نراه وما لا نراه وما نعلمه وما لا نعلمه في قبضة الله رب العالمين. قال الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله جل جلاله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى أي الماء والتراب على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجده إقرارا من النبي لقول الحبر: إن الله رب العالمين يجعل السماوات على إصبع، يحملها على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فالله رب العالمين فوق كل مكان وفوق كل الوجود،
لا تقول أن الله في كل مكان، بل قل الله فوق العرش، والعرش هذا سقف المخلوقات، أعلى شيء خلقه الله هو عرش الرحمن، والله رب العالمين هو الذي فوق العرش وحده. قال الله رب العالمين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. استوى يعني على وارتفع فوق عرشه علوا يليق بكماله وجلاله وعظمته وكبريائه، ليس كمثله شيء. فأول شيء أن نؤمن بوجود الله، وأن الله رب العالمين فوق العرش فوق كل مكان، وأنه جل جلاله لم يسبق بضد، يعني لم يكن هناك أحد قبل الله ولا أحد نازع الله على هذا الملك ولم يعقب به، أي لا يوجد أحد بعد الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر يعني أعلى شيء فلا شيء فوقه، وهو الباطن أي الغيب فلا شيء دونه، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أول جزئية تتعلمها في عقيدتك في الله، أن الله موجود فوق العرش فوق كل مكان، وليس في كل مكان، كل مكان في يد الله، نحن والعالم وكل المخلوقات في قبضة الرحمن. ثم نؤمن جميعا، بل كل المخلوقات حتى الكافر يعلم ويؤمن بأن الله رب العالمين هو رب كل شيء، رب كل شيء يعني خالقه ومالكه ومدبر أمره. حينما تقول الحمد لله رب العالمين يعني تحمد الله الذي هو خالق كل شيء، وهو الذي بيده الملك، وهو تبارك وتعالى المدبر لشؤون الخلق. هذه يسميه أهل العلم بتوحيد الربوبية، أن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء، خالقه ومالكه ومدبر أمره. ثم بعدما آمنا بأن الله رب العالمين موجود فوق العرش وهو خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمره، نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أما من يقول لا معبود إلا الله هذا تعريف ناقص وخطأ. لا معبود بحق، لأن هناك معبودات أخرى من دون الله، هذه المعبودات تعبد بالباطل، والله رب العالمين هو المعبود بحق. والعبادة أيها الأحبة تشمل كل شيء من ظاهر وباطن، الصلاة والصيام والزكاة والحج ونطق الشهادتين وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والصدقة والقول بالمعروف، وكل شيء نراه من الأعمال الحسنة إذا فعلها المسلم خالصة لله فهي عبادة. وهناك عبادة أهم من ذلك، وهي العبادات القلبية التي هي أول ما تقوم بتصحيح العقيدة للمسلم. وهذه العبادة التي يسميها أهل العلم بالعبادة القلبية تنقسم إلى أنواع كثيرة، منها المحبة، ألا يكون في قلبك حب شيء أكثر من حبك لله. المحبة والخوف والخشوع والخضوع والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والاستعاذة، كل ذلك تصرفه لمن؟ لله تبارك وتعالى. الله رب العالمين هو المعبود بحق، وهو تبارك وتعالى
له الأسماء الحسنى، أي التي بلغت في الحسن والكمال منتهاها، ليس هناك أحسن منها. وله تبارك وتعالى الصفات الكاملة العليا. نحن منذ قليل قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. الحديث النبي أثبت لله رب العالمين في الحديث أن له إصبع، أصابع، 5 أصابع. فماذا نقول في هذا الكلام؟ نقول سمعنا وصدقنا. الله رب العالمين إذا أخبرنا عن صفة من صفاته كما قال تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هل لله يدين؟ الجواب نعم. هل كأيدينا؟ لا. طب كيف هي اليدين؟ لا أعلم، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أنا لم أرى الله ولم أرى له مثيل، لكن أصدق الله في صفاته التي أخبرنا بها في كتابه، وأصدق رسول الله عن ربه حينما يخبرنا عن الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته. الله تبارك وتعالى له وجه وله يدين وله عينين وله أصابع وله قدمين، كل ذلك وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. نحن نثبت كل هذه الصفات على حقيقتها اللائقة بالله. هذه عقيدتنا في الله. وأما السؤال الثاني: ما دينك؟ والعبد المؤمن الذي يثبته الله رب العالمين يقول: ديني الإسلام، يعلم يقينا أن الإسلام هو الاستسلام لله رب العالمين بالتوحيد، أي بإفراده بالعبادة. ومن العبادة أيها الأحباب ألا تحلف إلا بالله. إذا حلفت بغير الله فقد أشركت بالله شركا أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه من كان حالفا فليحلف بالله. لا يجوز أن تقول والنبي ولا ورحمة فلان ولا، كل هذا الحلف باطل، لأن الحلف عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لمن؟ لله. فديني هو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الشرك أيها الأحباب هو أعظم ذنب وجد في هذه الحياة، أن تشرك بالله. ما معنى الشرك؟ الشرك هو أن تجعل لله رب العالمين ندا، تدعوه كدعائك لله، تحبه كحبك لله، تخاف منه كمخافتك من الله، تخشاه كخشيتك من الله، تتوكل عليه كتوكلك على الله. هذا هو اسم الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم. ومن الشرك أن تذهب لقبر أحد الصالحين، لقبر ولي أو حتى نبي. لا يجوز أن تذهب لقبر أحد كائنا من كان لتطلب منه شيء، تطلب منه الشفاء أو المدد أو النجاح لولدك. هذا اسمه شرك أكبر لا يغفره الله، لأن الشرك ليس فيه مجاملة. قال الله رب العالمين لأفضل خلق الله، للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حتى النبي. نعم، الشرك هو أن تساوي أحد مخلوقات الله بالله في الحب أو العبادة أو الخوف أو أي شيء. إذا قلت مدد يا فلان هذا شرك بالله أكبر، تستغفر الله وتتوب إلى الله. حتى هذا الكلام الذي يقوله بعض شلايا مش عارف يمين، هذا شرك بالله. شلا يعني شيء لله، هذا شرك أكبر. المدد لا يكون إلا من الله،
وإذا ذهبت إلى قبر رسول الله وهو أفضل خلق الله لا يجوز أن تقول مدد يا رسول الله، أو أن تقول جئت لك يا رسول الله أريد كذا وكذا. هذا لا يجوز، هذا لا يرضي النبي، فضلا عن أنه يغضب الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابي أجعلتني ندا لله؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت. يعني نحن في هذا الزمان إذا قصد إنسان أخاه في مصلحة يقول له أنا متوكل على الله وعليه، هذا خطأ، هذا شرك بالله، لأن الواو هنا جعلت العبد مساويا لله متوكل على الله وعليك، هذا خطأ. الصحيح أن تتوكل على الله وحده، وإذا اضطررت تكون متوكل على الله ثم عليك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أجعلتني ندا لله؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شاء فلان. ودخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب، وكان الأرض والجو شديد الحرارة، والسماء ظلت مدة لم تمطر بإذن الله حتى أجدبت الأرض ومات الزرع وماتت المواشي وهلكت الأنفس. فجاء هذا الأعرابي داخلا على النبي والنبي على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأنفس وضاعت الأموال وضاع العيال وهلكت المواشي ومات الزرع، يا رسول الله ادعو الله أن يسقنا. فإن هذا العربي يقول يا رسول الله فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، يعني واخدلك واسطة بيننا وبين ربنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وظل يسبح على المنبر حتى اهتز المنبر من تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، ثم قال للأعرابي ويحك أتدري ما تقول؟ أتدري من هو الله؟ فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تدعو أحدا من دون الله، فإنه من يدعو أحدا مع الله يخلده الله في النار إن مات على ذلك. الذي يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ويطلب منهم ويدعوهم هذا شرك بالله لا يغفره الله إلا إذا تاب العبد قبل أن يموت. وأخيرا عقيدة المسلم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا عقيدة المسلم الصحيحة في الله، وأنه تبارك وتعالى موجود فوق العرش، وأنه تبارك وتعالى الخالق المالك المدبر، وأنه جل جلاله المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لا تنسى هذه أبدا، لا تنسى أن لا إله إلا الله هو نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات العبادة كل العبادة لله. ليه بقول لك ما تنساهاش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا إله إلا الله كثير من الناس يقول ما فيش إله غير ربنا، هذا خطأ، لأنك حينما تقول ليس هناك إله إلا الله حينئذ أثبتت كل الآلهة بأنها هي الله. والتصحيح أن تقول لا إله حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. وعرفنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وأخيرا
نريد أن نعرف عقيدة المسلم الصحيحة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك ستسأل عنه في قبرك، سيقال لك من نبيك. فعقيدة المسلم الصحيحة في النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتقادنا الجازم من صميم قلوبنا بأن محمدا صلى الله